في مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم، ميسي متع لعيبة المنتخب ومتع جماهير الأرجنتين ومتع المشاهدين ومتع جماهير بوليفيا ومتع نفسه ومتع الدنيا كلها. يعني أنا بتفرج على مباراة الأرجنتين بتفرج عشان ميسي، الناس كلها بتتفرج عشان ميسي أصلا، محدش بيتفرج غير ميسي. ميسي سجل هاتريك مع مساعدة المنتخب وعشق جماهير الأرجنتين ليه والنظرة يعني جماهير الأرجنتين أساسا بلعيبة المنتخب عايزة تتصور في المباراة دي، بحال إن مش هيلاقوا لاعب زي ده. أنا ما عايز أقنع الناس اللي هي مش بتشجع ميسي أو هي مش مقتنعة إن ميسي ده أفضل لاعب في التاريخ. يعني نظريتك ايه؟ ان لما انت بتشوف ميسي هتقول لي بوليفيا ده فريق ضعيف. انا مش بتكلم على الضعف ومش بتكلم على اللعب، انا بتكلم ان في الاسيستات بتاعت ميسي والباص والاهداف وكلها متعه، كلها بتتفرج عليها. بتحب تتفرج على كره قدم، هي دي كره القدم. انا مش عارف من بعد الراجل ده بعد ما يعتزل انا بشوف كره ازاي، هنتفرج على كره ازاي مع حلاوه ميسي واللعب بتاعه في الحياة دي. أنا ميسي من أمتع وأروع اللاعبين على مر التاريخ، ولا هتتكرر ولا هتيجي. ميسي أسطورة لن تتكرر في كرة القدم نهائي، ولا تقول لي مبابي ولا هالاند ولا أي عبط.